مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وانتم تشوفون فيديو اليوم. رمضان كريم عليكم. نبدأ فيديونا بالصلاة على محمد وآل محمد. وياكم مطبخ مرتوجي، قدم طبخات عراقية. أتمنى الكل يشوفني ويشترك بقناتي، ولا تنسى اللايك والدعم. محتاجة دعمكم فدوة، لا تنسوني. هنا أنا راح نسوي مرقة شجر. الصراحة أول مرة أسويها، ما يحبونها وأنا هم ما أحبنها، يتروالي مو طيبة. بس من كليتها تغير رأيي. صراحة كلش طلعت طيبة ودائما إن شاء الله بالأيام الجاية أطبخها. مثل ما تشوفون جاية أقشر بالشجر. احنا نسميه شجر، وناس تسميه حج أحمد، وناس ما أدري شو تسميه فما أدري. هنا أنا خليت لحم حمسته وقصده عرقته ونشف الماي مالته، خليته خليت عليه شوية دهين. وراح أثرم البصل. هاي هنا مثل ما تشوفون قطعته مكعبات مربع. الحج أحمد على قولتهم. وهنا راح أثرم بصل وأحمس البصل واللحم وأضيف الشجر عليه. وتابع الفيديو للنهاية. وخبزيت بصراحة كان مخلص خبزي بالمجمدة. مثل ما قلت لكم بالفيديوهات السابقة، أخبز كمية وأضمنها، ما أخبز يومية. عادي احنا ناكل الخبز البارد. وهنا ضفت الشجر، وضفت هنا عندي عدس. كيفكم تردون تخلونها هيك بوحدها، تردون تخلون وياها حمص عدس يصير. وضفت هنا ورقة غار، وضفت بهارات مشكلة كيفكم. بعد البهارات حسب الرغبة، ايش تردون تخلون انتم هم خلوا، لحد يتقيد بوصفة او بهارات. هنا ضفت معجون، ومثل ما تشوفون ذب الماي البي وخلصت طبختنا. وهنا أنا خبزت مثل ما قلت لكم، ما عندي خبز بيومها، خبزت وما صورت لكم العجين وشلون اخبز. عندي انا مصورته بالقناة. وهنا راح نسوي تمر. هم خلصت التمر، انا اسوي كمية واضمنه بالحافظ. وهنا خلصت التمر، قلت خلنا اسوي حلاوة تمر. فلست التمر، طلعت النوى البية او الفصام، احنا نسميه فصام. وراح اخلي عليه سمسم، وأول مرة أحميه بالطاوة. وهنا أنا سرحت الفيديو على مود ما يصير طويل الفيديو. مثل ما تشوفون حبايبي، احجولنا شلون رمضان وياكم، لا جوع ولا عطش، الحمد لله والشكر، ما بقى شي. وهاي هنا خليت الطاوة وخليت بيها شوية دهن، وراح أسوي التمر. مثل ما تشوفون حبايبي، كل شي قدامكم واضح. أتمنى تشاركون الفيديو وتحجونا بالتعليقات شلون رمضان وياكم، شلونكم بالسحورات. هم الجهال تقعد وياكم، احنا يوم قاعدين ويوم لا. وشنو تحبون تسوون على الفطور؟ خبز لو تمن؟ احنا اكثر شي اغلب الاوقات نسوي تمن.
مثل ما تشوفون خليت شوية تلوح النار، وهنا أنا جاي أملج بيه بعد حار على كيف وياه. إذا تردون تخلون السمسم هيجي وياه، لو تردون تخلونه تكورونه وتذبونه السمسم عليه، وإذا تحبونها مراشي عادي كل شي يصير، أو إذا تردون تحشونه بالجوز أو الفستق هم يصير. بس هنا أنا ما حشيته خليته هيجي. وهنا أنا راح أبدي أكور التمر، وهاي هنا بنتي قاعد تساعدني. حبايب قلبي أتمنى لا تتجاهلون الفيديو، وإحنا المشتركين مو قليلين بصراحة. المشتركين مالاتي 1900، بس المشاهدة بالستينات. حرامات جاي أصور وأتعب وما حد يشوف الفيديو مالتي. أتمنى تصعد قناتي، مثل ما قلت لكم أريد أنها رزق لي بالمستقبل. ليش القنوات الصغيرة وما حد يدعمها؟ أتمنى تصعد قناتي وتشاهدون الفيديو وتشتركون بها إذا أنتم أول مرة تشاهدون قناتي. وهاي هنا خلصت، وجاية مثل ما تشوفون جاية أكور بهن. أحسن من التمرة هيك تاكلينها وتطلع النوى مالتها، هنا أنا أسهل بس تعضينها ما هي. لا تروحين تطلعين النوى مالتها ولا هم. وهم الأطفال يحبونها هيك، يشوفونها مدعبلة على قولتهم وبيها سمسم. وهاي هنا أنا نقعت تمن، راح أطبخ تمن، وهنا راح أسوي زلاطة همه. مثل ما قلت لكم احنا ما نحب عشانه إذا ما وياه زلاطة. وهاي خلصت زلاطة ثرمتها. وهنا أنا شوفوا مرقتنا بصراحة غيرت رأيي. كنت أقول مو طيب الشجر، بس هسه غيرت رأيي. مثل ما تشوفون هنا استوت مرقتنا، وهاي هنا التمن استوى. هذا التمن مال الحصة، وهنا بديت أصبين. وسهمكم ألف عافية حبايبي، صراحة طيبة المرقة بشكل. أتمنى تجربونها وتعطونا رأيكم. يمكن أنا بالغت لي، أنا أول مرة أطبخها. هاي هنا ينتهي فيديونا، ولا تنسون اللايك والاشتراك إذا أنت أول مرة تشاهد قناتي. أتمنى تشاركون الفيديو ويجيب عدد مشاهدات.